الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من باب تحذير البشرية من الفرق الضالة في البلاد اليمنية الماسونية. فلا تكن ماسونيا، فإن هذه الدعوة تقوض الأديان وتدعو إلى الانحلال، والجمعيات ناتج من نتائج الماسونية، فتنبه ولا تكن من الجاهلين. وانظر ما أحدثه جمال الدين الأفغاني الماسوني وتلميذ محمد عبده المصري في العالم بظهور الدعوة العقلانية بشدة وظهور الدعوة إلى تقارب الأديان. فالماسونية كلمة تعني البنائين الأحرار على حد اصطلاح أتباعها، وهي منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة محكمة التنظيم، تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم، وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خداعة: حرية، إخاء، مساواة، إنسانية. جل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم من يوثقهم عهدا بحفظ الأسرار، ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيدا لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية. ولذلك الكثير يطلق عليها الآن الدولة العميقة، تجدها تتحكم في العالم ما أن يخالفها أحد من الحكام إلا وتقوم عليه بالانقلاب. ومن طريقتها نشر الفساد واستخدام المرأة. والآن أظهروا الدعوة إلى ما يسمونه بالمثلية، وهو اللوطية السيئة. ومن دعوتهم تقليل عدد سكان العالم إلى ما يسمى بالمليار الذهبي، ولذلك يتفننون في إنشاء الحروب والقتل والقتال. ويتقرب إليهم في محافلهم، يتقربون إلى الشيطان بقتل الأطفال والإجهاض وغير ذلك مما يعاقرونه. قال صاحب كتاب الماسونية: ذلك المحفل الشيطاني الخفي، أهداف الماسونية الواحد القضاء على جميع الأديان تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. 2 تكوين جمهورية ديمقراطية لا دينية عالمية فوضوية. 3 جعل الماسونية سيدة الأحزاب. 4 القضاء على الأخلاق. 5 نشر الإباحية والانحلال. 6 إسقاط الحكومات الشرعية. 7 تسليح الشعوب المتصارعة لإشعال نار الفتنة. فتلخص لنا من هذا أن الماسونية من الدعوات التي تسعى إلى زحزحة الدين، ومن باب أولى تمييعه وتمييع حملته. وأغلب ما ترون الآن من الفساد في كثير من الحكومات سبب هؤلاء. كانوا من قبل منظمة خفية لها تجمعات في كثير من العالم الإسلامي وغير الإسلامي، يتخفون ويأخذون العهود والمواثيق. أما الآن صاروا يظهرون كثير من الشر ويتبنون الكثير من الشر. فإذا رأيتم فسادا في المجتمعات فاعلموا أن من وراءه الماسونية. رأيتم انقلابات، اعلموا أن من وراءه الماسونية. كثرة الأحزاب من ورائها الماسونية. كل شر أصبح في هذا العالم إلا ما ندر تقوده الماسونية، وتجدها تعمل على حبلين: تارة تكون مع الاشتراكيين ومن إليهم، وتارة مع الديمقراطيين ومن إليهم. ومن خالفهم أقصوه وآذوه، لا سيما إذا كان قد بايع لهم. في غالب الأحوال أنهم يتخلصون منه حتى لا يكشف أسرارهم. ومن كان معهم رفعوه ويسهلون له حتى الحصول على جائزة نوبل. انظر إلى توكل كرمان، قامت بثورة في اليمن وأشعلت الشر، وأعطوها جائزة نوبل للسلام. أي سلام أحدثته؟
بل حصل الشر العريض من ورائها، حصلت الحروب، حصلت الرزايا والبلايا. وهكذا دائما، تارة يعطونها مثلا هذه الجائزة الواحد يهودي، تارة الواحد نصراني، يكون قد أحدث شرا تنصر به هذه الدعوة الخبيثة، دعوة الماسونيين. ولما خالفهم ترامب الرئيس الأمريكي السابق أسقطوه وزوروا الانتخابات، وانقلبت أمريكا مما تسمى بدولة ديمقراطية إلى أبشع ما يكون من حالها بشهادة أصحابها. فهم لا يرضون إلا على من كان ماسونيا سيئا قبيحا ناشرا للشر والفساد والدمار. ولذلك من أعضائها أوباما، ومن أعضائها بيل كلينتون، ومن أعضائها هيلاري كلينتون، ومن أعضائها أكثر رؤساء ربع مستشار الألماني ولا ميكرون ولا كذلك سوناك. كل هؤلاء ينشرون الفساد في العالم ويؤيدون الفساد في العالم ويحاربون الأخلاق والقيم والمبادئ والشرف، بغض النظر عن كثير من الأمور ليست مرضية، وإنما الذي ندعو إليه قيام الناس بالإسلام الصحيح والعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص. لكن هؤلاء ما يريدون يعني مبادئ أبدا، أخلاق أبدا، يريدون إنشاء حكومات فوضوية. انظر مثل لبنان الآن لا حكومة، مثل ليبيا، مثل اليمن، يعني حكومات ضعيفة ما تقوم بنفسها. هذا هو جري الماسونية. ولذلك ثورة الربيع العربي ناتج من نتائج الماسونية، وهي تسعى إلى زحزحة جميع الشعوب الإسلامية بل والعالم أجمع عن مبادئه، عن قيمه، عن دينه، إلى عبادة الشيطان. فهم في الواقع يدعون إلى عبادة الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. ويسمون أنفسهم بالقوة الخفية، وهذه العبارة يطلقها الكثير على الماسونيين، يسمون أنفسهم بالقوة الخفية، ولا قوة ولا شيء، إن شاء الله أنهم مهزومون. قال الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. ولو كانوا أصحاب شأن لأظهروا أنفسهم وأظهروا طريقهم، وعند ذلك سيتمجه العقول والفطر، ولن تقبلوا إلا الشياطين، لكنهم لا يظهرون هذا إلا في من وثقوا، وإلا يقومون على الحيلة والمكر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله يعلم المفسد من المصلح.